فينوس أو كوكب الزهرة اللي كيتسمى أحيانا بالأخت أو التوأم ديال الأرض، حيت تقريبا عندهم نفس الحجم والتركيبة ديالهم مماثلة. فينوس كنقدروا نشوفوه من الأرض بالعين المجردة، هو اللي كيبان في الليل بحال شي نجمة شاعلة، وأيضا هو تاني أقرب كوكب لينا وتاني أقرب كوكب للشمس تاهي. وهذا الشيء علاش هو تاني كوكب اللي اختاريت ندير عليه فيديو بعدما كان الفيديو السابق على ميركوري، وغيكونوا ايضا سلسلات وفيديوهات اخرى. دونك اللي مهتم بهذا المحتوى ديال علم الفلك بطريقه مبسطه بالدارجه المغربيه تابوناو في القناه وبقاو معايا. دابا غنرجعوا لفينوس او كوكب الزهره. فينوس كيف قلت هو تاني أقرب كوكب من الشمس ومن أقرب الكواكب لينا. كيتحسب من الكواكب الأربعة الأرضية أو الصخرية، زعما اللي عندهم سطح أو أرض قاصحة ديال الحجر بحال الأرض ديالنا. هاد الربعة الكواكب الصخرية هما فينوس اللي هو الحاجة الزهرة، ميركوري أو بالعربية عطارد، مارس أو المريخ، والأرض. فينوس عنده غلاف جوي غليظ وسام عامر بثنائي أكسيد الكربون، وديما محاط بسحوب غليظة وصفراء مكونة من حامض الكبريت كتحبس فيها الحرارة وكتسبب احتباس حراري شديد. ميركوري هو أقرب كوكب للشمس، وفينوس هو تاني أقرب كوكب للشمس. وخا هكاك فينوس هو أسخن كوكب في النظام الشمسي ديالنا كامل، كتبلغ درجة الحرارة فيه حوالي 475 درجة مئوية. هاد الحرارة كافية باش تذوب مواد ومعادن بحال الرصاص والزنك، وبسببها كتجينا صعيبة نصيفطو الروبوات لفينوس. جهنمة. سطح فينوس فيه اللون ديال الصدى وعامر بالجبال المنهارة والآلاف ديال البراكين الكبيرة اللي مازال لحد الآن اكتيف وخدامة. كيقولوا أن فينوس في الماضي قبل بشي 2 الملايير السنين كان تا هو فيه الماء والبحورة والطبيعة ودرجة الحرارة اللي صالحة للعيش، يعني ممكن يكون كان فيه شي كائنات عايشة. لكن حاليا فينوس ولا داير بحال شي جهنم. هادشي وفقا للنموذج اللي تدار على المناخ القديم ديال فينوس من طرف العلماء في معهد غادر لدراسة الفضاء التابع للناسا في نيويورك. غنوريكم دابا واحد الفيديو فيه انيميشن كانت صيباتها الناسا اللي كتوري فيها مراحل تطور المناظر الطبيعية ديال كوكب فينوس مع مرور الزمن، يعني كيف كانوا كي ولا. كاين واحد الضغط ساحق في الهواء ديال فينوس كتر ب 90 مرة من الضغط اللي عندنا في الأرض، نفس الضغط اللي هتحس به إذا كنتي غاطس بشي 2 كيلومتر تحت الماء في البحر ديال الأرض. اختلاف آخر كبير بين فينوس والأرض هو أن كوكب فينوس كيدور بالعكس مقارنة مع معظم الكواكب في النظام الشمسي، شاد الطريق ديالو بوحدو. هادشي كيعني أن الشمس في فينوس كتشرق من الغرب وكتغرب من الشرق. علماء الفلك كيعتقدوا أن السبب لهذا البلان هو أن شي نيزك ولا شي جسم سماوي تساطح شحال هادي مع فينوس وبعدو على الموقع الأصلي ديالو، داكشي علاش ولا دابا مقلوب على راسو. وفينوس ماشي هو الكوكب الوحيد في النظام الشمسي اللي عنده دوران غريب الأطوار. كوكب يورينوس مثلا كيدور على جنبه، شاد علامو بوحدو تا هو. فينوس هو أول كوكب تإكسبلورا أو تستكشف بشي مركبة فضائية منين نجحت واحد المركبة اللي تابعة للناسا سميتها مارينر 2 بالتحليق من القرب ديال الكوكب على مسافة 34854 كيلومتر في 14 دجنبر سنة 1962. ومن داك الوقيته من بعد قامت بزاف د المركبات الفضائية من ناسا الامريكان وايضا من وكالات الفضاء ديال دول اخرى بحال روسيا والجابون باستكشاف كوكب الزهرة. واحد البلان اخر في شكل هو ان في فينوس النهار طول من العام، وفهمت سطة
الوقت اللي كيستغرق فينوس باش يدور على راسو طول من الوقت اللي كيستغرق باش يجيب دورة على الشمس. كيخصو 243 يوم ديالنا باش يلاه يدور على راسو دورة واحدة. هو الكوكب اللي عنده أثقل دوران على راسو في كاع الكواكب ديال النظام الشمسي، وكيتطلب غير 224 يوم ديالنا باش يكمل الدورة على الشمس. مني شي كوكب كيكمل الدورة على راسو هذيك كتسمى نهار، ومني كيكمل دورة على الشمس كتسمى بعام. وفينوس كيدور على راسو في 243 يوم ديالنا، بينما كيدور على الشمس في 224 يوم ديالنا. داكشي علاش فينوس النهار طول من العام. فينوس هو تاني ألمع جسم طبيعي كيبان في السماء في الليل من بعد القمر. السحاب ديال حامض الكبريت اللي في الغلاف الجوي ديالو كتخليه مشع، اللي كيخلينا نشوفوه بعينينا، وممكن يبان لينا حتى في النهار اذا كانت السماء واضحه وعرفنا في اين جهه نشوفو. ولكن هاد الاشعه اللي فيه ايضا كتحجب علينا السطح ديالو وكتمنعنا من نشوفوه. وحيت سهله اننا نشوفو فينوس بالعين المجرده، من المستحيل نعرفو شكون اول شخص اللي اكتشفه. واخيرا كوكب الزهرة بسبب المظهر المشرق ديالو سمى باسم فينوس على إلهة الحب والجمال الرومانية اللي تا هي سميتها فينوس، والمعروفة ايضا في الاساطير اليونانية بأفروديتي. شكرا على المشاهدة.